إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، خيرته من خلقه وأمينه على وحيه، صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فاتقوا الله وأطيعوه، والزموا أمر ربكم، وتمسكوا بكتابه، ففيه الهدى والرشاد، وفيه السعادة والطمأنينة. والذكر تطمئن به القلوب، والقرآن أعلى الذكر. ومن غايات إنزال القرآن البيان، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والبيان يرفع به الجهل، ويرسخ به العلم، وتظهر به الحقائق، ويكشف به كذب الأفاكين وتزوير المزورين، ولا يمكن إخفاء ما فيه من الحقائق أو محوها أو تبديلها، لأنه محفوظ من عند الله. ومن اللافت لنظر قارئ القرآن كثرة تناول اليهود فيه، وبيان أوصافهم وأفعالهم، ونقل أقوالهم وحواراتهم، وذكر عنتهم وعنادهم وتمردهم، وقص قصصهم مع الأنبياء، وتسليط الضوء على الكذب والافتراء الحاصل منهم في سور كثيرة، كذكر حوارهم مع موسى عليه السلام في شأن ذبح البقرة، وفي دخول البلدة المقدسة، وفي اتخاذهم العجل وجدالهم فيه، إلى غير ذلك من المواقف التي تسترع انتباه قارئ القرآن. وما كان ذكر اليهود في القرآن بهذه الكثافة إلا لحكم أرادها الله، ومصالح يجنيها قراء القرآن المتدبرون العاملون. ثم رأينا في السنة النبوية كثرة احتكاك اليهود بالمسلمين في المدينة، ورأينا في التاريخ الإسلامي أثر اليهود على المسلمين سلما وحربا. ثم رأينا واقعنا المعاصر مثخنا بالصراع مع اليهود، مما يدل على أن كثرة ذكرهم في القرآن إنما كان للعلم بهم ومعرفتهم، وقطع الطريق على من يحاول تحسين صورتهم والتعايش معهم، والتدليس على الناس بقلب الحقائق، لأن القرآن يكشف ذلك ويوضحه، وهو محفوظ لا يستطيع أن يمحوه أحد. من الحكم الربانية في كثرة ذكر اليهود في القرآن تحذير المؤمنين مما وقعوا فيه من العصيان، مما كان سبباً في غضب الله عليهم، حتى وصفوا في القرآن الكريم بالمغضوب عليهم. قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وضرب عليهم بسبب عصيانهم الذل والهوان، وهذا ظاهر تمام الظهور في تاريخهم الطويل، ولم يستطيعوا حماية أنفسهم في أي حقبة تاريخية، بل كانوا يحتمون بغيرهم، ولم يستقوا ويستأسدوا إلا بسواهم. وفي هذه السنة الربانية يقول الله تعالى: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ولذا جاء في آيات كثيرة تحذيرنا من سلوك مسلكهم والاتصاف بصفاتهم، لئلا يصيبنا ما أصابهم، فإن سنن الله لا تحابي أحدا من خلقه. ومن تلكم الآيات قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. وقوله: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وغيرها من الآيات. ومن الحكم الربانية
في كثرة ذكر اليهود في القرآن تحذير المؤمنين من حيلهم ومكايدهم وفضح تزويرهم وتلبيسهم ودحض البراهين وحججهم وكشف شبهاتهم التي يحاولون بها لبس الحق بالباطل. ومن تلكم الآيات: وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله. وقوله تعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. وقوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وغيرها من الآيات. ومن الحكم الربانية في كثرة ذكر اليهود في القرآن كشف تحريفهم لكتبهم وتغييرهم لدينهم حسب أهوائهم لئلا يغتر بهم غيرهم أو يقلدهم في فعلهم. وما نخر دين النصارى إلا اليهود حين دخلوا فيه نفاقا فحرفوه وبدلوه ونقلوه من التوحيد إلى التثليث، ومن فعل الواجبات وترك المحرمات إلى إسقاط الواجبات وانتهاك المحرمات، فصار مجرد انتماء ليس فيه من دين المسيح عليه السلام شيء، لأن اليهود سيحاولون فعل ذلك بالإسلام وقد فعلوه بإنشاء الفرق الباطنية المتدثرة بالإسلام وهي بعيدة عنه، ولا يزالون يفعلونه بمحاولة طمس الإسلام الحق وإبدال دين باطل، فكثر ذكرهم في القرآن ليحذر المؤمنون من محاولاتهم تحريف دين الله تعالى. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. وقوله تعالى: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. فما فعلوه بدينهم ودين النصارى من التحريف والتبديل سيفعلونه بدين الإسلام، ولكن الله تعالى حافظ دينه. وإن تبع فئام من أمة الإسلام اليهود في تغيير الدين وتحريفه وهم يضلون أنفسهم ويضرونها، ولن يضلوا المؤمنين الصادقين ولن يضروا الله شيئا. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. فحذاري من اتباع مسلك من سلك اليهود في تحريف الدين وتبديله، فإنه سيذاد قوم عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم فيقال: إنك لا تدري ما بدلوا بعدك، فيقول عليه الصلاة والسلام: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. نسأل الله أن يثبتنا على دين الحق وأن يوفقنا للعمل الذي يرضيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ومن أعظم الحكم الربانية في كثرة ذكر اليهود في القرآن بيان سنن الله تعالى فيهم وفي من ناصرهم حتى يعي المؤمنون سنن الله تعالى في خلقه فيعملوا بما يحقق لهم النصر على أعدائهم ويجتنبوا ما يكون سببا للهزيمة. وذلك أن الصراع بين الأمة التي رضي الله عنها والأمة التي غضب عليها صراع دائم غير منقطع، وهو صراع العقائد وليس صراع مصالح، فلا يمكن أن يتوقف أو يهدأ إلا بعجز الأمة المغضوب عليها وخوفها وضعف الحبال الممدودة إليها من الناس، وذلك لا يكون إلا بقوة المسلمين. وفساد الأمة المغضوب عليها في الأرض حقيقة نطق بها القرآن وأثبتها التاريخ والواقع، وشهد عليها جمع كبير من ساسة اليهود والنصارى وغيرهم. قال الله تعالى في وصفهم: ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. فالإفساد في الأرض صفة ملازمة لهم، وأنهم إذ يثيرون الفتن ويشعلون الحروب لا يقصدون إلا السعي في الأرض فسادا، فكلما مكن لهم في الأرض أفسدوا ولم يصلحوا، وإذا علوا أفسدوا ولم يصلحوا، حتى إذا طغوا وبغوا أرسل الله تعالى عليهم شدائد جزاء لفسادهم
فكلما عادوا إلى فسادهم وإفسادهم لعلوهم وقوتهم عاد الله تعالى عليهم بمن يقهرهم ويذلهم ويستأصل شأفتهم ويكسر قوتهم ويقطع الحبال الممدودة إليهم، وهو وعد رباني لا يتغير، وسنة ربانية لا تتحول، وإن عدتم عدنا. وقال تعالى: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب وإفسادهم في الأرض المباركة وعلوهم في بيت المقدس وإيذاء أهله وقتل العزل من الشيوخ والأطفال، لن يكون إلا إملاء لهم وإمدادا لهم في غيهم حتى تجري عليهم سنة الله وهم في أوج نشأتهم واكتمال قوتهم، وإن عدتم عدنا. نسأل الله أن يحفظ بيت المقدس من كيدهم وأن يطهره من رجسهم وأن ينصر إخواننا المجاهدين هناك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا ومعيرا وظهيرا، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم تقبل منهم يا رب العالمين وارفع درجتهم عندك يا أكرم الأكرمين. اللهم بارك لنا في أموالنا وذرياتنا وأزواجنا يا رب العالمين، تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بيض وجوهنا ويمن كتابنا ويسر حسابنا وارفع درجاتنا عندك يا رب العالمين. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من عذاب جهنم ومن عذاب القبر يا رب العالمين. سبحانك ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.